السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج 13 كورة. النادي المصري البورسعيدي بيستعد لمواجهة مهمة جدا امام فريق فيوتشر في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية. جمهور بورسعيد حاطط عينه على الكأس ده. جمهور بورسعيد بدأ يحتشد بشكل كبير علشان يحضر المباراة في برج العرب، وأعلن عدد كبير من الجمهور إن هما قرروا يسافروا الماتش. وطبعا زي ما انتوا عارفين إن العدد المسموح لحضور المباراة من الجمهور هو 3000 مشجع، لكن العقبة الوحيدة اللي واجهت الجمهور هما ازاي هيسافروا، ازاي هيواجهوا التكلفة اللي هيدفعوها أجل السفر لبرج العرب. مشوار طويل، مشوار كبير، 5 ساعات على الأقل. فقام بعض رجال الأعمال في بورسعيد بالتبرع لباصات للجماهير، وأعضاء من مجلس الإدارة دكتور أحمد طحان عضو مجلس، والأستاذ أحمد عصام عضو مجلس الإدارة نفس الكلام. لعيبة النادي المصري قرروا إن هم يساعدوا الجمهور. رجب عمران لاعب الفريق اتبرع بباص، عمرو موسى قائد الفريق، وإسلام عطية وحسن علي اتبرعوا، كابتن طارق السيد اتبرع بباصين، تخيل طبعا بعض الشخصيات العامة من الجمهور بورسعيد اللي حاولوا يساعدوا الجمهور ويتبرعوا بباصات. بنتمنى ان شاء الله في النهاية جمهور بورسعيد يرجع فرحان، ما يرجعش مكسور الخاطر. ان شاء الله نفرح بالبطولة مع المجلس المحترم بقيادة الأستاذ كامل أبو علي.